النهارده يا جماعه هنتكلم في حلقتنا عن اختصاصات محل الكنافه من ناحيه اداريه وناحيه فنيه، حتى تدخلاته في شؤون اللعيبه. ونبدا مثلا على اساس الحلقه اللي فاتت وكده نكمل كلامنا عن اللعيبه الشمال. مالي ازاي يعني يا كابتن؟ الشمال هم يعني طول، ارتفاع، عرض، معرضين. ايوه كده يا صاحبي. بس يا ماطم، ايوه عندك مثلا مثال لكده ايوه. لما بيجي محل الكنافه يطلع سفريه، اذا ما كانش اللعيب قد المسؤوليه، واذا كان اللعيب دون المستوى او حتى كان دون جون، ما بيشمش ريحه الكنافه تاني ولا حتى ريحه البسبوس. اللي بقى ما تعرفوش عن محل الكنافه انه بينافس هميس ترافل يا جماعه. اوبا. ايوه مش ممكن. معقول؟ معقول معقول. معقول. قول قول قول. ده محل كده بيطلع جامد قوي يا جدع. خد دي. شكرين يا شيخ. العفو يا صاحبي. كمل كلامنا يا جماعه. عندكم مثلا لعيب نمره شمال، معظم المراكبين عارفينه طبعا. اللاعب ده سافر سفريه، فسحه، اجازه، ريلاكسيشن، لا لعب ولا وزن ولا حتى شجع زمايله بضمير. بس اقول لك ايه، حق مش عليك، حق على رئيس محل الكنافه اللي سمح لك بكده. ربنا خلص مصر من امثالك، والحق مش عليك. عارف ما انت حرام. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي. بالنسبه لرئيس محل الكنافه احب اقول له يا اخي، لما انت بختني قوي واتحادك غني قوي كده وبتطلع رحلات مجانيه على حساب الاتحاد، طب بالنسبه للعيبه الغلابه دول اللي بيطلعوا عينهم على البطولات وبيتحرق دمهم وبيتحرق اعصابهم وفي الاخر ما بياخدوش ولا مليم، انت ايه يا جدع ما بتحسش بيهم؟ ايه يا جدع انت الغباوه اللي انت فيها دي؟ ايه؟ ما تزعقش، عم تزعق ليه؟ اسف يا بعزة، بس المشكله ان اللعيبه الغلابه دي بيبقى في اخر حياتهم بعد البطولات اللي بيعملوها وبعد الانجازات اللي بيحققوها بيبقى حالهم كده. تجيب ده وتاخد نيشان. اخد ايه؟ لو جينا اتكلمنا عن المدير الفني لمحل الكنافه اللي في المعادي، اللي انا اعرفه واللي الدنيا كلها تعرفه والعالم اجمع متفق عليه ان المدير الفني لاي لعبه رياضيه كبيره او اي منتخب لازم يكون ليه تاريخ رياضي فشيخ. يعني مثلا يكون لاعب اولمبي او على الاقل خالص لاعب دولي. ممكن حد يجي ويقول لي ليه؟ ليه؟ هقول لك ليه. خد الجيتار واطلع بره واديني مساحتي بره الكادر. علشان خبرته في الملعب وفي التدريبات ايام ما كان بيلعب يستفيد بيها اللاعبين اللي طالعين. الفني بتاع محل الكنافه اللي في المعادي بقى ده تحفه، ده بقى بطل العالم في الستوب ووتش. بس يا ريت بيحسب لك التايم صح كمان، ده انت بتفضل تنادي عليه كل شويه علشان تفكره بالتايم علشان يحسبه لك صح. بعد كده ايه؟ هو مفيش ليه بعد كده، هو ده تاريخه في اللعبه. بس ما ننساش يا جماعه ان الراجل ده بيجتهد دايما عشان يقلد كل مدرب في تدريبه، عمره ما بيبتكر خالص. وبرضه ما ننسلوش كل تدريباته معتمده على الاساسيات وبس. صباح الفل يا كابتن. صباح الجمال يا حبيبي. 1 2 1 2 لياقة رشاق، لياقة رشاق. برافو لا ابعد فيها يا كابتن، ابعد فيها. برافو حبيبي، هايل هايل هايل. مستقبل لاعب اولمبي. اهم مميزات المدير الفني لمنتخب الكنافه: 1 متعدد اللغات، 2 ياكل 8 ساعات في اليوم، 3 يجيد استخدام الستوب ووتش، 4 علاقته بالتدريب علاقه وطيده زي الكور اي 7 في الكمبيوتر والعربيه الكار. نرجع تاني لرئيس محل الكنافه، ده بقى شخصيته بتدل عنه على النطاق العام. وإني إذ أنادي بمشروع هذا القانون، القانون الأخلاقي، أهدف أول ما أهدف إلى حماية أخلاق الشباب وكرامة الوطن. اما على النطاق الشخصي أنا عايز واحدة تهدعني حسنية. شغله بيعمله على اكمل وجه، وعلاقته باعضاء وفريق محله بيتخذ معاهم ديمقراطيه في اتخاذ القرار، الراي والراي الاخر والاجماع على اتخاذ القرار.
قرار دكتاتور رقم 6781 بتطبيق الاشتراكية. أما لو اتكلمنا عن علاقته بالمدربين فطبعا بيعاملهم زي اخواته بكل حنية وطيبة. انا بابا يلا. لو اتكلمنا عن علاقته باللعيبة اللي عنده في المحل او الصنايعية بتوعه، دول بقى يعني بيعاملهم زي ولاده بالظبط. علاقته بيهم علاقة من نوع اخر. ليه؟ ليه؟ هو في ماله الواد ده؟ ينفع كل مرة تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مرة غيري هتطلع بره؟ ليه؟ ليه؟ بعدين في كده في ايه؟ في ايه؟ اطلع بره واخلص. الله، في تغيير هتطلع بره، انجز. اسكتوا يا جماعة، الموضوع كبير أوي 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 أوي، بس إحنا مش لازم نسكت على الفساد ده، لازم نقاومه وبكل قوة. اهلا يا محمود، اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ إخواني، لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا من نفس هذا المكان الرئيس والأب الروحي ذو الوجه البشوش الدكتور بلو، رئيس محل الكنافة اللي في المعادي والناس اللي حواليه. لكن بعد أن ظهرت لنا الحقائق وتبينت لنا المعلومات الصحيحة عنه، حتى رجعنا عن ما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. احنا غلطنا في الناس دي يا جماعة وبنعتذر لهم. بنعتذر لهم ايه؟ لا بصراحة بقى دي عالم ولاد صحتك ضيعوها ولاد البيت. اوعى يا جدع، لا يا عم اوعى يا جدع، مش هسيبكم يا عم. ما تنسوش يا جماعة، إذا عجبكم فكرة البرنامج تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، وإذا قابلكم أي مشاكل في ألعابكم الفردية ممكن تبعتوا لنا على الهاشتاج بتاعنا. نشوفكم على خير. سيو.